السلام عليكم أصدقائي. اليوم حضرت لكم واحد الكلاص منعش وبارد بزاف بمكونات سهلة ومتوفرة، والنتيجة غادي تعجبكم إن شاء الله. تابعوا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا الطريقة والسر ديالو. نسيتروت الحليب يكون بارد مزيان، 2 دانون بيرلي، 2 دانون كراميل يكونوا باردين، والكريمة بالنكهة النوغا، غادي نضيف الكريمة بالنكهة النوغا حتى هي تكون باردة، تكون في المجمد، وغادي نحرك المكونات مزيان، ما نخليهاش تكون طلع الكريمة تكون على هذا القوام هذا، غير تبدا تختار معنا. غادي نحبس وغادي نضيف فيها شوكولا حبيبات، وانتم على حسب الاختيار ديالكم. غادي نحركو، شفتوا القوام ديالو كيفاش يعني باقي جاري، ما يكونش ثقيل، حيت الكريمه الا تقالت ما كيجيش الكلاص زوين. غادي نخويه وغادي نديرو في المجمد 6 ساعات وهو في المجمد. من بعد ما غادي نضيف الشوكولا، هاد الشوكولا كيكون هابط لتحت، راه ملي كنقلبوا الكلاص كيجي واحد المنظر ديالو زوين بزاف. غادي نديرو في المجمد كما قلت لكم 6 سوايع. من بعد ما خرجت الكلاص ديالي من المجمد غادي نقدموه في طبق التقديم، وغادي نزول ليه هذا السيليكون. شفتوا كيفاش كيتزول السيليكون بسهوله، وكيبقى الكلاص زوين ومقاد، ما كيخسرش معنا نهائيا. غادي نزينو بالشوكولات، وغادي نزينو بلا صوص كراميل. تنتمنى يعجبكم هذا الكلاص وتجربوه وتقولوا لي في التعاليق. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.